فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل العيش الشامي على البوتاجاز بدون فرن. هتعملي أحلى عيش شامي مورق وطعمه وريحته في منتهى الجمال وخفيف كده وحاجة كده تحفة ما شاء الله. تعمليه بقى للسندوتشات للفطور كده وللعشاء. أحلى حاجة ممكن تعمليها في البيت، بجد حاجة كده تحفة وبطريقة مضمونة 100%. بجد كل رغيف مفيش ولا رغيف ما نفخش، كل رغيف هيطلع معاكي كده من أول لآخر رغيف منفوخ ومورق وحاجة كده تحفة. بكيلو واحد من الدقيق هتعملي ما شاء الله اللهم بارك كمية كبيرة جدا من العيش الشامي. بس يا ريت من فضلكم تعملوا لايك وشير وتشيروا الفيديو مع أصحابكم، ولو مش مشتركين في القناة يشرفني اشتراككم ووجودكم في القناة. نسمي بسم الله ونروح نحضر الوصفة بتاعتنا. وأول حاجة بنحضرها هي الخميرة. هنعمل اختبار الخميرة عشان كمان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة. هجيب باكت من الخميرة عليه معلقة كبيرة من السكر وكوباية من المية واحطهم في برطمان كده، اقلبهم كويس جدا واسيبهم حوالي دقيقتين واغطيهم عشان اتأكد ان الخميرة ضعفت معايا وتكون شغالة. بعد كده هجيب كيلو من الدقيق عليه معلقة صغيرة مليانة من الملح وحوالي 3 معالق من الزيت. ممكن تستخدمي زبدة، ممكن تستخدمي سمنة بلدي لو حابة كمان. تمام، بعد كده اتأكدت ان الخميرة اشتغلت معايا وحجمها تضاعف. هنزل بيها كده زي ما انتوا شايفين. انا حطيت في الخميرة كوباية من المية، بعد كده عندي كوباية من المية، والمية اللي انا استخدمتها في العجن تكون دافية، سواء في الخميرة او في العجن لازم تكون دافية عشان تنشط معاك الخميرة، وكمان عشان العجين ما ياخدش معاك وقت. هلم العجينة كده بحوالي كوباية من المية، والكوباية التانية هنزل بيها واحدة واحدة على حسب ما العجينة تحتاج معايا. تمام، والعجينة بتاعتي بعملها بدون عجن نهائي وكمان بدون مجهود. بلمها يا دوبك بالمية كده واسيبها حوالي دقيقة، بغطيها دقيقة واحدة بس وارجع الم فيها بالشكل ده. ما اخدتش معايا حوالي نص دقيقة بس عجن، ودي اسهل واسرع طريقة واريح طريقة كمان للعجين ممكن تعمليه بيه. هلم العجينة كده زي ما انتوا شايفين، الطبق نضف معايا وبقت العجينة بتاعتي ناعمة وطرية وحاجة كده عاملة زي القطيفة. هشد عليها ستريتش وبعد كده هغطيها بفوطة او بطانية او اي حاجة تقيلة عندك تغطي العجينة بيها، وبالشكل ده هتاخد اقل وقت تخمير معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير قوي. هتبقى جاهزة معاكي وتضاعف حجمها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. كل ما دفيت العجينة وغطيت عليها بغطا تقيل هيكون وقت التخمير اقل كتير جدا. تمام، بعد كده هجيب صينية هرشها بدقيق كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهقطع العيش على حسب الحجم اللي انا عايزاه. انا قطعته حجم كبير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عامل معايا 20 كورة او 20 رغيف بالحجم الكبير. اما لو عايزة حجم صغير زي بتاع الفول والطعمية او زي بتاع محلات السندوتشات هيعمل معاكي حوالي 40 رغيف. يعني الكورة دي هتقسميها على 2، حجم الكورة ده كبير ما شاء الله، فهتعملي حجم الكورة ده هتقسميه على 2 هيعمل معاكي 40 رغيف ما شاء الله اللهم بارك. خلاص انا بقطع العيش كده زي ما انتوا شايفين كله كور، وكل كورة تبقى بعيدة عن التانية عشان لما يخمروا ما يلزقوش في بعضهم. بعد كده هنغطيهم حوالي 5 دقايق بس بفوطة عشان العجينة ترتاح، ولما تيجي تفرديها تتفرد معاكي بمنتهى السلاسة، تبقى طرية وناعمة كده تحت ايدك، ما تاخدش معاكي مجهود ابدا في الفرد. بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين سيبتهم حوالي بس 5 دقايق. بعد كده بجيب على الرخامة او المكان اللي هشتغل فيه هرش بالدقيق كده، وهجيب الرغيف، اول رغيف ابتديت بيه او اول رغيف كورته هبتدي بيه. تمام، شايفين العجينة قد ايه سهلة جدا وسلسة في الفرد، ما بتاخدش معاكي مجهود نهائيا. بحط دقيق تحت الرغيف كده وكمان برش عليه دقيق من فوق، وبالنشابة ببتدي ان انا افرد من جوه لبره، وبقى معايا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزاه سميك قوي ولا رقيق قوي، بحيث ان هو يبقى فيه مجال ان هو ينتفخ كده، وكمان في نفس الوقت مش عايزاه يبقى سميك عشان ميبقاش فيه لبابة كتير ويبقى تقيل كده الرغيف تقيل معاكي. انا عايزة الرغيف يبقى خفيف. تمام، بفرد كله كده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي من جوه لبره، واحاول ان انا وانا بفرد ان الرغيف كله يبقى سمك واحد. بعد كده بفرش عندي فوطة كبيرة على الرخامة او على ترابيزة عندك، وارص العيش كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده بغطيه كمان بفوطة
واسيبه حوالي 10 دقايق. بالشكل ده بتضمني ان العيش كله يطلع معاكي منفوخ من اول لاخر رغيف، مفيش ولا رغيف مش هينفخ معاكي. تمام كده. العيش في في مرحلة، كل مرحلة يعني بعد كل مرحلة لازم تريحيه في العجن، بس هو بعد العجن بس هو اللي بيكون تلت ساعة أو ربع ساعة على حسب ما يتضاعف حجمه. بعد كده بين كل مرحلة والتانية بعد التقوير بنسيبه 5 دقايق، وبعد التشكيل أو بعد الفرد بنسيبه 10 دقايق عشان يخمر معانا كويس وينتفخ معانا كده لما نيجي نسويه. بالنسبة بقى للتسوية أنا بسوي على جريل أو طاسة أو صينية أو أي حاجة موجودة عندك. المهم الطاسة أو الصينية اللي هتسوي فيها لازم تكون سخنة كويس جدا، قبلها بحوالي 5 دقايق لازم تكون سخنة جدا. بالنسبة للتسوية أو درجة الحرارة هتكون درجة حرارة متوسطة مايلة للهادية عشان الطاسة ما تتحرقش معاكي، وتسوي كده بعقل على نار هادية. كمان يديكي نتيجة ممتازة جدا زي ما انتوا شايفين. اول ما الرغيف يبتدي يشمع كده انا ما بستناش عليه لما يتنفخ، اول ما يبتدي يشمع بقلبه على الناحية تانية وافضل اقلب فيه من ناحية للتانية كده لحد ما يتنفخ معايا. اول ما الاقي جنبي ابتدى بس ينفخ كده زي ما انتوا شايفين بضغط عليه بمعلقة خشب او اي حاجة معاكي عشان البخار يتوزع كويس جدا جوه الرغيف، لان البخار ده هو اللي بيخلي الرغيف معاكي يستوي وينفخ معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. ايا كان بقى الحاجة اللي هتسوي عليها سواء طاسة او جريل او شواية او اي حاجة انت متعودة تسوي عليها، تمام. لازم تدهنيها في اول مرة بدهنة من الزيت. دهنة الزيت بتدي لون حلو جدا للرغيف، تديله لسعة حلوة قوي كده زي ما انتوا شايفين، بيكون لونه حلو قوي، وكمان الدقيق ما بيكونش معلم فيه. وقبل ما بناخد الرغيف بنحطه على الفوطة قبل ما يريح 10 دقايق، يعني بعد مرحلة الفرد على طول بننفض الرغيف كويس جدا من اي دقيق زيادة فيه، عشان الدقيق ما يبقاش معلم على الرغيف كده اثناء التسوية او بعد التسوية، بيبقى شكله مش حلو. وده كده شكل العيش بتاعنا. انا بكل رغيف بسويه برصه على الصينية كده زي ما انتوا شايفين، بحط العيش على بعضه بيفضل محتفظ بالتوريقة بتاعته زي ما انتوا شايفين، وكل رغيف بيتحط على التاني الرغيف او العيش بيطلع معاكي طري جدا، عامل زي الملبن، طري قوي ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف شكل العيش من جوه عامل ازاي، مفيش فيه لبابة. الرغيف رقيق وطري جدا فوق ما تتخيلوا. بالنسبة بقى للتخزين عشان العيش يفضل معاكي طري حتى لو احتفظت بيه في التلاجة شهر بحاله، يفضل معاكي من أول رغيف لآخر رغيف، يفضل معاكي طري جدا وكأنك لسه مسوياه حالا. هنجيب الأكياس البلاستيك اللي هي بتاعة التلاجة وهنحفظ فيها على قد الأكل أو على قد ما انتي هتحتاجي في قلب الكيس كده، وهنقفله كويس جدا ونشيله في الفريزر. كل لما نحتاج عيش هنطلعه من الفريزر نسيبه على الرخامة حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق بس كده، نفرده جنب بعض وبالشكل ده يفضل طري معاكي لآخر رغيف. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله على خير. واكتبوا في الكومنتات عايزين ايه وصفات ننفذها مع بعض الفترة اللي جاية. السلام عليكم.